السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ واهلا بكل متابعين اكلات من مطبخ نسمة الجالي. والنهارده هنعمل اكله سهله وبسيطه كالعاده. هنعمل كفته الفراخ. هنعملها بطريقه سهله جدا، وكمان هنعمل معاها شويه مكرونه سباكيتي برضو بطعم وريحه مميز جدا. تعالوا يلا نشوف انا عملتها ازاي ونقول بسم الله. عندي كده بصلاية صغيرة وطماطماية وربع من الفلفل الأحمر وربع من الفلفل الأصفر، وكمان عندي مفروم الفراخ. هحط كده البصلة والطماطم والفلفل الألوان في الخلاط، وهحط عليهم كمان كام فص توم كده. وهحطهم بقى في الخلاط معاهم شوية مية كده واضربهم كويس، وبعد ما اضربهم اصفيهم. تمام. الخطوة دي مهمة جدا يا جماعة. وبعدين انا هاخد المية المتصفية ديت هعمل بيها دلوقتي باقي الوصفة بتاعتنا. هتشوفوا دلوقتي معايا، كملوا معايا لاخر الفيديو انتوا تعرفوا. هخليها على جنب بقى، واجي كده بمفروم الفراخ احطه كده في طبق، وهحط عليه بقى البهارات بتاعتي. هحط ايه؟ معلقة كبيرة من البقسماط، وكمان معلقة صغيرة جدا من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل، ومعلقة من البيكنج باودر، ومعلقة من البهارات السبعة او بهارات الفراخ، ومع مكعب مرق، وحاطه يا دوب كده حاجه بسيطه كده من الشطه، معلقه صغيره خالص او ربع معلقه صغيره من الشطه، وكمان حاطه ربع معلقه من القرفه على الجنزبيل. تمام. حطيت كده التفل بتاع العصير اللي انا ضربته ده على مفروم الفراخ، وهحط كمان بصلة صغيرة جدا مبشورة وصفتها من المية بتاعتها. الخطوة دي يا جماعة مهمة جدا، لازم تصفي معانا كده البصل او الحاجات بتاعت الطماطم والبصل والثوم، عشان ما يبقاش فيها مية. لو فيها مية الفراخ عندك هتبقى مليانة كلها مية وهتفك منك. انا هبدأ بقى كده اعجنها مع طبعا التوابل بتاعتي ومع البقسماط. انا حطيت في الاول معلقة كبيرة، وهبدأ بقى ان انا احط بقسماط تدريجيا كده. اول ما الاقيها محتاجة هحط كمان. انا حطيت بالظبط 4 معالق بقسماط. ليه؟ عشان انا كل ما كنت امسكها الاقيها طرية جدا وبتلزق. فانا هبدأ احط واحدة بواحدة كده، معلقة بمعلقة، عشان اللي عندي الكفتة تبقى متماسكة. انا مش عايزاها متماسكة قوي عشان ما تبقاش طبعا طعمها بقسماط، وكمان تبقى ناشفة معايا او ما هياش. انا عايزاها تبقى جوسي كده وتبقى طرية. تمام كده. انا عجنت كده 3 معلقة. هحط كمان معايا اخر معلقة بقى، وهتكون معايا كده الكفتة مظبوطة جدا. دي خلاص كده كفتة معايا مظبوطة. هبدأ ان انا اشكلها بقى. هجيب معايا بقى قارب ألمونيا كده عشان يدخل معايا الفرن، واحط فيه شوية من الزيت عشان ما تلزقش معايا، وهبدأ ان انا اشكل الكفتة بتاعتي. الكفتة دي بقى يا جماعة لو جربتوها هتدمنوها، يعني انا بحب اعملها جدا جدا. وممكن كمان تعملي بالمية ديت لو مش هتعملي جنبها مكرونة. بس انا محتاجة العصير ده. ممكن يعني ايه وانتي بتشكليها كده تحطي ايدك في العصير ده وتشكلي بيها، بس انا محتاجاه بصراحة. تمام كده. هبدأ ان انا اعمل كده اشكال عليها بالسكينة، اكنها يعني انا عاملاها في الجريل او على الشواية. طبعا اللي عنده جريل او شواية يعمل على طول فيها يعني. وكمان ممكن تعمليها فوق البوتاجاز على الجريل، يعني تبقى برضو نفس من دي نفس التست يعني. هشكل معايا بقى كل الكفتة. انا قلت النهاردة بقى نعمل ايه اكلة كده سريعة وبسيطة
في السريع كده، يعني هي متاخدش وقت جدا في العمايل ولا في التسوية. يعني جميلة جدا في كل حاجة بصراحة. شكلت معايا بقى كل الكفتة وهدخلهم بقى الفرن، انا مسخنة طبعا الفرن بتاعي وهدخلهم. تمام. تعالوا بقى نعمل كده المكرونة الاسباجيتي. بطاسة كده على النار، احط فيها شوية زيت ومعلقة من الصلصة البوري الجاهزة، والعصير بتاعنا بقى احط عليه. الريحة بقى يا جماعة ما اقولكمش، خطيرة بجد. الاكلة دي تحفة جدا. احط ملح واحط الفلفل كده واسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض. تمام. وحطيت كمان معلقة صغيرة من السكر. اقلبهم كده كويس مع بعض واسيبهم يتسبكوا وخلاص. اول ما يتسبكوا معايا انا خدت المعلقة ديت، هتشوفوا دلوقتي انا هعمل بيها ايه. هنزل بقى بالمكرونة المسلوقة. طبعا كله عارف المكرونة بتتسلق ازاي. بتغلي مية على النار، تحطي فيها معلقة صغيرة من الملح، واول ما تغلي تقوم ايه سقطة فيها المكرونة الاسباجيتي ويا دوب كده غلوة وتشيليها وتصفيها عشان ايه ما تتهرش معاكي. اغطي بقى عليها، خليها كده تستوي. ومعايا الكفتة اهي كمان استوت. بقول لكم ما بتاخدش وقت 10 دقايق بالظبط وتكون زي ما انتم شايفين كده استوت وزي الفل. انا الاول حطيتها على الارضيه بتاعه الفرن، وبعد كده حطيتها تحت الشوايه. بصوا بقى المعلقه الصغيره اللي انا اخدتها من الصلصه حطيتها كده على وش الكفته، وهبدا ان انا احطها تحت الشوايه تاخد معايا لون كده. دي انا ما خليتهاش تحت الشوايه، خليت صينيه كده وصينيه كده. شوفوا المكرونه، شوفوا الكفته، خطيره يا جماعه. والريحه بقى حكايه. تعالوا بقى اوريكم الكفته. بصوا بقى، بصوا بقى الكفته ماسكه نفسها ازاي وطريه وما تفكتش مني، متماسكه. والطعم والريحه يعني جربوها انتوا تعرفوا بقى. بصوا كمان المكرونه، هي دي بقى المكرونه الاسباجيتي الصح. دي الطريقه الصح يا جماعه. هتاكلوها هتدمنوها وهتعشقوها بجد. عملت كده معاها شويه بطاطس كده اصابع. وكمان ممكن تاكلوا الكفته بعيش بلدي او بالعيش اللي هو السوري ده. بصوا بقى الكفته جوسي كده، طريه، متماسكه، حاجه كده خطيره. بصوا بقى انا متيمه بالاكل وانا قاعده اكله. بجد هتعجبكم الوصفه دي، جربوها. يعني خدوا بقى الفكره كده وجربوا بقى ان شاء الله بكره الصبح كده تقوموا تجيبوا حاجاتكم وتجربوا. هتعجبكم جدا وانا واثقه من كده، وبقولوا لي في التعليقات. اذا وصلتوا بقى اللحظه دي يا ريت تعملوا لايك وكمان اشتراك اللي لسه ما اشتركش. اشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.